العينوي تابع لحظات احداث هذا اللقاء. تابعت الامير في المباراة. مولاي رشيد الذي يتابع هذه المباراة ويتابع هذا اللقاء اللقطات وهذه اللحظات ويترأس والدقائق هذه المقابلة النهائية فيها إصابة العينوي. سلامات إن شاء الله، سلامات لصالح المنتخب السنغالي. هي مباراة لا جديد فيها حتى الآن. الكل ينتظر ونحن ننتظر، والجماهير في المدرجات بأصواتها تدعم، وذاك ما نريد. دفع على حامل الكرة، كرة من الجهة اليسرى على ثمان نايف كارد، رأسية إلى تماس ساديو ماني يسعى للتنفيذ. نعيش دابا الدقيقة 83 من مباراة السنغال والمغرب. للمنتخب السنغالي نسبة تمثيلات الكرة كما نتابع 53.8 مقابل 46.3. لا تعني شيء حتى الآن، لا تعني شيء حتى الآن، لأن العبرة بالخواتيم. وخاتمة هذا اللقاء نتمناها أن تكون مغربية. سنوات من التنافس: 57 مصر، 59 مصر، 62 اثيوبيا، 63 65 غانا، 68 كونغو الديمقراطية. تمريرة عرضية، محاولة هذه كيفية وتدخل من أشرف من حكيم الذي يعيد هذه الكرة. لم تغادر ولكن كانت هناك عملية دفع واضحة، وبالتالي مخالفة لصالح المنتخب الوطني المغربي. 68 كونغو الديمقراطية، 79 السودان، 72 الكونغو، 74 الزئير، و76 المنتخب المغربي حمل الكأس عاليا. نتمنى أن يعود ليحقق ذلك وأن تكون النسخة الثانية 84 على قميص المنتخب الوطني. 84 عيش دابا دقيقة 84 فيما يسعى للتعامل مع هذه الكرة بمباراة الحارس سيبونو. كرة تنفذ والسنغال صوب نصيري. عيشوا دقيقة 84. كان تدخل، حكم يقول مواصلة اللقاء، أخذ الورد. هذه الكرة في الأرض، العب الكرة في الأرض. الكرة من ترغني باش نعيش واحد اللحظة عادت مرة أخرى لتكون مغربية هذه المرة. محاولة من نايل العناوي ويحصل على مخالفة، يحصل على تمريرة خاطئة قد تكون مكلفة. عملية هجومية سنغالية، محاولة الانسلال، البحث عن التسديد، تسديدة ولكن إلى خارج رقعة الملعب، إلى خارج رقعة الملعب. كانت محاولة صعبة، كانت محاولة صعبة. سنة غريبة عن فينورد روتردام الهولندي. تمريرة البادية كانت صعبة، لذلك يجب أن يكون هنالك محاولة سنغالية صعبة. الحذر هو مشوار، هي رغبة من أجل الوصول إلى الشباك، هي منافسة يظهر على أنها ليست بالسهلة، ولكن العبرة بالخطأ. دقيقة 90 ياسين بونو يتصدى لكرة سنغالية صعبة وساديو ماني كادت أن تكون علينا المنتخب الوطني لولا براءة الحارس أمام إبراهيم، أمام بي. كرة لا تزال داخل منطقة الجزاء وياسين بونو في المكان المناسب. نشاهد محاولة صعبة، عملية التمرير صعبة، يراوغ لاعبين، وبعد ذلك هذه التمريرة كرة مغربية، محاولة الصمت. اختراق كاد أن يضع في الشباك، عبر، مر، داخل منطقة الجزاء، بل إنه لمسها بالرجل أو ضرب الكرة بالرجل اليسرى. تسديدة كانت أن تحمل الجديد. الجانب المقابل لدينا هنا التسديدة التي أتت من جانب اللاعب إبراهيم بي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. شوف طريقة التسديد وبعد ذلك التصدي من ياسين بونو. 8 دقائق أمام الحكم، توقف الدفاع. 8 دقائق من الوقت الإضافي أو من وقت الإضاءة، فهو الحكم في المباراة النهائية القانوني لها أن ستنتهي. 8 دقائق أمام الحكم. كرة في خط الوسط، عملية العبور، المرور من الجهة اليسرى، البحث من جانب نصير الفراوي، والتدخل ممتاز من اليمين. يلا اليمين
يلا دورك هذا دورك. يلعب هذه الكرة مباشرة صوب الخط الجنوبي للملعب. السنغال الآن السنغالية كأنها تنتفض هجوميا، كأن كرة تلف داخل منطقة الجزاء، محاولة بالراس تعتقد بالقائم كانت صعبة وهدف. ماذا يقول الحكم؟ هناك على ما يبدو إشارة من الحكم عدم مشروعية الهدف الماضي، لأن هناك أتت بهذه الكيفية، ثم بعد ذلك الرأسية التي أتت من جانب اللاعب عبد الله يوسف. تغيير أو جوج لاعبين، تغييرات من جانب المنتخب السنغالي. جاء يغادر هنا جاكسون، هو من يغادر مع رقعة الميدان ويفسح المجال لباف شريف الجاي. لاعب يدخل في هذه اللحظات، لاعب سامسون سبور التركي. سيفاري في هذه اللحظات يغادر ويترك المجال لصلاح الدين أنس. مشاهدينا نتابع اللحظات الحاسمة من عمر هذه المباراة. زراوي يلعب الكرة ديالو ممتازة الجهة اليسرى، يبحث عن التمريرة العرضية، كرة من جانب اللاعب أنس صلاح الدين إلى يوسف النصيري. أنس صلاح الدين اختار عرضية بين فيه ويوسف النصيري كانت بعيدة عليه بعض. لو أنها عالية تكون أفضل، لو أنها عالية تكون أحسن، لكن يظهر على أنها مرت بتلك الكيفية ولم يتمكن من استثمارها. عادت مرة أخرى كرة في الركنية لصالح المنتخب الوطني المغربي. من أصل 8 دقائق مرت 4، من أصل 3 دقائق مرت 4، فالنسير نحو 5 دقائق. والكرة في الركنية، نايف أجر والبقية يستعدون. كرة في الركنية تلف داخل منطقة الجزاء، نبحث عن متمم للعملية، بإمكانه أن يأتي، بإمكانه أن يحضر. كرة من جديد أشرف حكيمي، أنس صلاح الدين، محاولة جواد اليميق، نايل العيناوي يلعب كرة للجهة اليمنى. فريد دياز يرفع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. معليش إلى خارج الخط الخلفي للملعب. مباراة النهائي، مباراة النهائي، الانتظار، المحاولة، التنافس. شاهدونا كيف لعبت، كيف نفذت، وهنا السقوط داخل منطقة الجزاء. أيوة وإبراهيم دياز يجب أن يحصل على ضربة جزاء. كانت ضربة جزاء، بل يصر على ذلك. سقوط واضح، سقوط